النهارده باذن الله تعالى الحلقه الثالثه من كورس احتراف المونتاج على ادوبي بريمير برو. في حلقه النهارده ان شاء الله نتعلم ازاي ان احنا نشيل السكتات من الفيديو او الحاجات اللي هي ملهاش لازمه في الفيديو، زي مثلا ان انت لما تسكت في الفيديو او مثلا حته مش عاجباك في الفيديو. اي حاجه في الفيديو مش عاجباك وعايز تشيلها، النهارده باذن الله اعلمك كل ده بالتفصيل الممل حتى لو انت ابيض خالص في المونتاج. اول حاجه ده البروجكت بتاعنا اللي احنا فتحناه في الفيديوز اللي فاتت، لو انت مش متابع ممكن ترجع لاول فيديو في الكورس وهتعرف ازاي ان احنا عملنا البروجكت ده وفتحنا الواجهه دي بالبريمير برو وشرحناه بالتفصيل حرفيا. يعني ده الفيديو بتاعنا في التايم لاين. طب سحبناه وحطيناه في التايم لاين ازاي؟ انت بتدوس 2 كليك شمال هنا، انا الفيديو مثلا بتاعي حاطه هنا، فعلى طول اجيبه من هنا ادوس امبورت ويبدا يتضاف معايا الفيديو عادي. في طريقه تانية ان انت بتسحب الفيديو بتاعك من هنا من المكان بتاعه، بتروح على ادوبي بريمير برو وعلى طول بتحطه في التايم لاين هنا، بيتحط معاك عادي على طول. اوكي، او برضه ممكن تجيبه من هنا وتضيفه هنا، كل الطرق متاحه معاك عادي يعني. وفي طريقه ثالثه ان انت ممكن تدوس عليه كليك يمين وبتدوس نيو سيكونس فروم كليب، بيبدا ان هو يفتح لك سيكونس جديد او بمعنى صح غرفه جديده ان انت تبدا تمنتج فيها الفيديو بتاعك بالاعدادات بتاعته بالطول بتاعه. يعني هو ما عملكش فيديو بالعرض، لا هو عمل لك الفيديو بالطول عشان الفيديو متصور بالطول. اوكي، في حرفين مهمين جدا في الكيبورد لازم تكون عارفهم، الا وهو حرف السي وحرف الفي. حرف السي لو دوست عليه هيظهر علامه القط او الموس بتاعتك اللي انت تبدا تقطع بيها الفيديو. حرف الفي هيرجع للاداه الرسميه او الاداه الاساسيه اللي انت بتتعامل بيها في البرنامج، اداه السلكشن تول. وفي حاجه مهمه جدا تاني لازم تعملها معايا الا وهي الشورت كاتس، ودي هنعملها على السريع كده مع بعض. هتروح لقائمه ايديت هتلاقي كلمه الكيبورد هنا، ممكن تختارها لو انت بتستعمل ويندوز عادي. لو انت بتستعمل ماك هتدوس كوماند اوبشن كي، هيبدا يظهر معاك الواجهه بتاعه الكيبورد. هتبحث هنا عن حاجه اسمها زوم، هتلاقي في السيكونس زوم ان وزوم اوت. زوم ان انا عاملها حرف الدي، وزوم اوت انا عاملها حرف الاي. انت ممكن تدوس 2 كليك شمال وتحدد اي زرار من الكيبورد انت مرتاح من خلاله. انا بحدد حرف الدي وحرف الاي كاني بلعب جاتا او كاني بلعب اي لعبه عادي، وهتفهموا ده دلوقتي. وهتبحث على حاجه اسمها ديليت، هتلاقي ريبل ديليت ودي انا محددها لحرف الجي. في اداه تانية اسمها كلير وانا محددها حرف الار. الاربع حاجات دول تعال نفهم بقى هما بيعملوا ايه. اول حاجه احنا قلنا الزوم ان والزوم اوت، الاي والدي. انا لو دوست حرف الاي بيعمل زوم اوت للواجهه بتاعتي كده، انا مش شايف التفاصيل بتاعه الفيديو. لو عملت دوست على حرف الدي كده انا شفت التفاصيل بتاعه الفيديو. كده بكبر الفيديو، بعمل زوم ان ايه بحيث ان انا ايه اشوف كل تفصيله في الفيديو. اول حاجه على طول بتدوس حرف السي بيعمل معاك الموس ده، بتحرك المؤشر ده. تعال نسمع كده فيديو مع بعض. لو سالتني من الصفر، تمام، الحته دي كلها انا بعدل فيها شعر، انا مش محتاجها اصلا. فاروح ماشي كده قدام. الموجه بتاع الصوت دي انت ممكن توسعها كده بحيث ان انت تشوف تفاصيل اكتر. يعني انا في الموجه عالت هنا كده، لو شغلت الفيديو هتلاقي في حاجه ظهرت هنا. تمام، لو سالتني من الصفر ابدا منتج. فعلا انا بدات اتكلم من هنا بس بصوت واطي شويه. الموجه علت اكتر هنا، معنى كده ان انا اتكلمت بصوت عالي وبدات هنا الفيديو بالفعل. لو سالتني فعلا دلوقتي ابدا. كل الكلام ده انا قاعد بغلط فيه قدامك، فبجري كده المؤشر ده. اقول لك احفظ الفيديو ده لان الفيديو ده حرفيا. تعال نرجع تاني كده. لو سالتني دلوقتي ابدا. ايوه سالتني لو سالتني حلو، انا بدات كلمه لو سالتني من هنا، فاروح على طول محدد الموس بتاعي، انا محدد حرف السي كده، انا جاهز ان انا اقطع الفيديو. على طول كليك شمال من الماوس بيبدا يقطع معايا الفيديو. هروح دايس حرف الفي. ليه دوست حرف الفي؟ لان انا عايز احدد الجزء ده من الفيديو اللي انا مش عايزه، فلو جيت حددته هيبدا يقطع معايا ويفضل يقطع معايا ومش هنخلص، فانا مش عايز يحصل كده. فاروح راجع خطوه لورا عن طريق ان انت بتدوس كنترول زد من ويندوز او كوماند زد من ماك. تمام، بدوس كده مرة 2 3 4، كل دوسة بخطوة لورا. اوكي، واروح دايس حرف الفي اداة السلكشن تول عشان اقدر ان انا امسك الفيديو ده. تمام، وادوس حرف الجي. الجي ده اللي احنا لو فاكرين عملناه في الشورت كاتس، ريبل ديليت. ده بيعمل ايه؟ بكل اختصار لو دوست عليه بيمسح الفيديو والمكان اللي موجود في الفيديو. طب تعال نرجع خطوة لورا كده وعملنا زوم اوت ومشينا المؤشر كده، احنا الحته دي مش عايزينها. لو دوسنا حرف الار، لو فاكر انا خليتك حددت حرف الار على كلمه اسمها كلير، لو دوست على حرف الار كده هيبدا يمسح المكان. لو شغلت كده دوست بلاي المؤشر شغال عادي وده محسوب من الفيديو شاشه سوداء. انما انا دوست حرف الجي ليه؟
لو دوست كنترول زد وحددت الفيديو بتاعي ودوست حرف الجي، هيمسح الفيديو بالمكان بتاعه والمكان اللي موجود فيه. كده الفيديو لو دوست بلاي، لو سألتني دلوقتي ابدا مونتاج من الصفر ازاي، حلو كده الفيديو بدأ معايا من اول. لو سألتني ابدأ مونتاج من الصفر ازاي، على طول اروح عامل زوم ان، بحيث ان انا اشوف التفاصيل واقدر ان انا اعمل القط الصح. اوكي، اروح هو واقف لحد هنا. تعال نسمع لو كده. سألتني دلوقتي ابدا مونتاج من الصفر ازاي، تمام، هو كلامه خلص هنا، ولو تلاحظ الموجة بتاعت الصوت وقفت هنا. تمام، اروح دايس حرف السي وادوس قط هنا، اروح ماشي كده شويه. اقول لك احفظ الفيديو. حلو، اروح واقف على اول الموجه كده. لو تلاحظ في ناس مثلا ممكن تقف هنا، ليه؟ لان هي اصلا مش عامله زوم ان، فبالتالي ده باين من قصادها او باين قدامها ان دي اول الموجه. لا، انت لازم تعمل زوم ان عشان تشوف التفاصيل كلها. شوف، اتضح ان المؤشر واقف بعد الموجه او بعد ما هو ما اتكلم اصلا. فلو جيت مثلا دوست قط هنا كده ورحت مسحت دي، دوست حرف الجي، تعال نسمع كده. ازاي اقول لك احفظ الفيديو. لو تلاحظوا حصل قط غريب قوي وكلام اتقطع من المتحدث او الراجل اللي بيتكلم. فندوس حرف كنترول زد من الكيبورد، هنرجع خطوه لورا. ولو تلاحظوا القط بتاعنا لسه موجود، فهنعمل كنترول زد تاني عشان نرجع خطوه لورا، وهنعمل زوم ان بحيث ان احنا نوصل على اول الموجه بالظبط. على فكره انت مش شرط ان انت تجيب المؤشر وتقف هنا وتدوس حرف سي وتقط، لا، انت ممكن يكون المؤشر في حته تانية. كل اختصار تجيب القط بتاعك، بس القط نفسه ليه مؤشر غير المؤشر الاساسي بتاع الفيديو. تمام، فتقف على اول الكلام كده وتدوس حرف الفي وتحدد الفيديو بتاعك وتدوس حرف الجي. لو رجعنا خطوه لورا وكنترول زد وحددنا الفيديو بتاعنا ودوسنا حرف الار، المكان بتاعه يفضل موجود. لو جينا شغلنا كده، صفر ازاي، تمام. لو حابين نمسح المكان بتاعه عادي بندوس حرف الار تاني ونمسحه. بس احنا ليه ناخد الخطوه دي في خطوتين؟ احنا ممكن ناخدها في خطوه واحده عن طريق حاجه اسمها ريبل ديليت. لو دوسنا كنترول زد ودوسنا كنترول زد تاني وحددنا الفيديو بتاعنا ودوسنا حرف الجي، هيبدا يمسح معانا الفيديو بالمكان بتاعه يعني. تمام، لو جينا سمعنا فيديو كده. لو سألتني دلوقتي ابدا مونتاج من الصفر ازاي، اقول لك احفظ الفيديو ده. اقول لك احفظ الفيديو ده لان الفيديو لو تلاحظوا ان القط بتاعنا مظبوط 100%، بس الكلام نفسه مش هو اللي احنا هنعتمده. فاحنا بنبدأ بقى نجري الفيديو كده ونشوف. انا بكرر الكلام اكتر من مرة، فبشوف افضل حاجة انا قلتها وببدأ اضيفها في الفيديو. فتعالى نسمع كده. اقول لك احفظ الفيديو ده. اقول لك احفظ الفيديو اولا تاني هنمشي الفيديو في ده لان الفيديو الفيديو ده برضه. حرفيا اقول لك احفظ لان دي الخطه اللي كنت اتمنى حد يقولها لي وانا ببدا. تمام، لو سألتني ابدا مونتاج ازاي، فأنا هو أقول عاد لك نفس الكلام تاني من الاول خالص. تمام، فابدأ بقى ان انا اشيل كل ده. وبعدين في سكوت هنا، اروح محدد كده السكوت ده قبل ما يبدا الكلام مباشره. اروح دايس كات واروح في حرف الفي وادوس حرف الجي واعمل زوم اوت واشغل. لو سألتني ابدا مونتاج ازاي، فانا اقول لك احفظ الفيديو ده لاني اقول لك على الطريقه الكامله او الخطه الكامله اللي انت تتعلم بيها المونتاج. بس انا كده يعتبر انا مش هطبق لك على الفيديو كامل، انا بس بوريك ان انت ازاي تشيل الحاجات اللي هي مش مهمه او اي حاجه مش عاجباك في الفيديو.